عملت معاكم النهارده ايس كريم سهل ولذيذ وطعمه تحفه جدا جدا يا جماعه. حاجه كده خطيره، مش هقدر اقول لكم طبعا ان هو زي الجاهز، لانه احسن من الجاهز بجد. كفايه ان هو معمول في البيت وعملناه بنفس الطعم وكل حاجه. عملنا الفانيليا والشوكولاته، طبعا ما نختلفش عليهم خالص، الاتنين دول عشاق كله يعني كبار وصغيرين بيحبوهم. عملناهم بدون لبن مكثف محلى من المحلات. هنعملهم مع بعض في البيت بخطوه واحده بس، وهيطلع معاكي طعمه تحفه. عايزه اقول لكم من كتر طعامته مش هتبطلوا تاكلوا فيه، وبجد طلع معايا كميه حلوه جدا زي ما انتم شايفين. علبتين كبار جدا. يلا بسرعه نسمي الله ونشوف مع بعض المقادير. هنجيب البوله اللي احنا هنشتغل فيها، وهنزل كده فيها بكوبايتين من الكريم شانتيه الخام بدون اضافه سكر، خام يعني ما فيهوش سكر. وبعد كده هنزل عليها بكوبايتين مبدئيا كده من اللبن. لازم اللبن يا جماعه يكون متلج فيه قطع تلج زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وطبعا ينفع تستخدمي كوبايتين ميه بدل اللبن زي ما انت عايزه براحتك، لكن الطعم بيكون ضعيف، يعني بتحسي كده الطعم بعيد قوي. فاللبن بيكون مغذي اكتر طبعا وبيكون غني اكتر. وهنزل عليهم بكوبايه من الحليب المكثف المحلى. ده انا حضرته معاكم في فيديو منفصل هنزله لكم ان شاء الله علشان تحتفظوا بيه لاي حلويات. نزلت كمان عليهم باتنين باكت من الفانيليا البودر، او معلقه صغيره من الفانيليا السايله. وهضربهم كويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا لازم المرحله دي بيكون مضرب كهرباء، ما ينفعش خلاط، ما ينفعش مضرب يدوي، لازم مضرب كهرباء. قوام الكريمه اللي انا وصلت له حاليا ده قوام تقيل، ده قوام طبعا بتاع تزيين التورت. فانا محتاجه قوام يكون خفيف اشبه كده للسائل. فانا نزلت عليهم بكوبايه كمان من اللبن. يبقى انا كده ضفت كوبايتين من كريم شانتيه بنفس الكوبايه. ضفت بيها 3 كوبايات من اللبن، لبن ساقع متلج زي ما انتم شايفين معايا كده. هارجع اكمل ضرب تاني زي ما انتم شفتوا كده لغايه ما اوصل للنتيجه اللي انا عايزاها. طبعا بعد ما ضفت الكوبايه الاخيره الكميه طبعا زادت اكتر زي ما انتم شايفين. ولو انتم مركزين معايا انا ما ضفتش السكر خالص. اكتفيت بالسكر اللي موجود معايا في الحليب المكثف المحلى. زي ما قلت لكم انا عامله النهارده فانيليا وشوكولاته، فانا ضفت نص الكميه بتاعتي في العلبه. وقفلتها كويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهدخلها الفريزر على طول. باقي الكميه ضفت عليها حوالي معلقتين صغيرين من الكاكاو الخام المر. وعليهم مكعبين كده من الشوكولاته الدارك، شوكولاته المطبخ، اي نوع شوكولاته موجود عندك سيحيه كده على حمام ميه وضيفيه للخليط. اضافه الشوكولاته مع الكاكاو بيديلها لون حلو وطعم حلو جدا وطعم غني جدا. ضربناهم برضو مع بعض تاني زي ما انتوا شفتوا كده بالمضرب. وهرجع بقى افضيهم كلهم زي ما انتوا شفتوا كده في علبة التلاجة او في اي علبة متاحة عندي. اسكت كده؟ لا طبعا مش هسكت. جبت بقى كده مكعب من شوكولاتة المطبخ مبشورة كده. فضفت كده معلقة كبيرة جوه في قلب الايس كريم بتاعنا وقلبتها كويس. والباقي كده حطيته على وش الايس كريم. وقفلت العلبة بتاعتي كويس وادخلهم التلاجة مش اقل من 6 ساعات، او ليلة كاملة او يوم كامل كمان لو متاح عندك. وده كان شكله بعد ما عدى حوالي 8 ساعات. طبعا انا بطلعه من الفريزر وبسيبه كده على الرخامة حوالي 5 دقايق علشان بس يهدى كده من التلج والسقعية بتاعة الفريزر. وكمان عشان لما اجي اسحبه كده بالبولة يتسحب معايا على طول ما يغلبنيش. زي ما انتوا شايفين الايس كريم بتاعنا ما شاء الله تحفة جدا وانسيابي وكريمي قوي. لا عامل بقى بلورات تلج ولا اي حاجة، شايفين ما شاء الله حاجة كده واحدة. قطعة واحدة كده بتقطعيها كريمي جدا يا جماعة. وفي منتهى الجمال غير طعمه طبعا الغني جدا جدا زي ما قلت لكم. والله لو اكلتوه بالطريقه دي وعملتوه بالطريقه دي في البيت عمركم ما هترجعوا تشتروه من بره تاني. بيكون غالي جدا وكميه قليله جدا. وطبعا مش نظيف، لكن عملناه في البيت بكميه حلوه قوي. ممكن كمان تعمليه وتستخدميه في تزيين وصفات، تحطيه بقى على التارت، على حاجات كتير قوي. بصوا بقى شايفين انا بوريك هنا بالمعلقه ان هو مخرفش معايا كده. وطبعا ده سر نجاح الايس كريم بتاعك، ما يبقاش كتل او تكتلات من التلج، يكون مخرفش زي ما انت شايفه بالشكل ده. اتمنى الوصفه تكون عجبتكم، سهله وبسيطه، وجربوها.